السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اقول لكم النهاردة برضو الفطار اللي كنت وعدتكم بيه في الفيديو اللي فات، ان لما يتبقى الاكل ثاني يوم هنشوف هنعمل جنبه ايه. انا كنت عاملة في الفيديو اللي قبل كده بسلة ورز تقريبا، بسلة ورز ولحمة، مش فاكرة كان جنبها ايه، وكان جنبها محشي مشكل. النهاردة بقى ده عصير كوكتيل، فراولة على مانجا. طبعا المانجا مفرزينها والفراولة مفرزينها، يعني دي حاجات جاهزة عندنا في الفريزر، بنطلعها قبل الفطار يدوب 10 دقايق. ممكن تعملوا مانجا لوحدها في يوم، الفراولة لوحدها في يوم، تغلوا اللبن ويكون سخن ونحط الفراولة على طول وهي طالعة من الفريزر، بتبقى جميلة. وطبعا معاه تمر هندي، حطوا معاه اي حاجه. انا بقول لكم بس افكار كل يوم عصير ايه، ممكن عصير طبيعي، ممكن صوبيا، ممكن اي حاجه. وطبعا زي ما قلت لكم كان باقي بسله، كان باقي بسله من اليوم اللي قبلها. طبعا بسله يعني رز، مش هينفع ان البسله تتاكل من غير رز. عملت جنبها رز جديد بشعريه، ان الرز بتاع امبارح كان خلص، فعملت رز جديد بشعريه. يبقى الرز بشعريه عملناه، وعملت البسله، وكان باقي خلطه من خلطه المحشي المشكل. ما عملتش بقى محشي تاني مشكل، عملت ورق عنب. وانا كنت عامله محشي يدوب على القد، مش عامله كميه كبيره عشان يخلص. عملت بقى حله ورق عنب كده زي ما انتم شايفينها، تحفه. طبعا دي العروق اللي هي بتبقى في ورق العنب انا بشيلها معاه. ورق العنب متفرز برضو، يعني لاحظوا كل ده ورق العنب كان في الفريزر، الفراوله في الفريزر، المانجا في الفريزر. هتشوفوا حاجات تانية كانت في الفريزر اهو. السمبوسة كانت في الفريزر، كنت عاملاها وحشيها، طلعتها قليتها على طول في 5 دقايق. الممبار كان في الفريزر، كان مسلوق، كان مسلوق برضو، طلعت حطيته في شوية مية بتغلي بملح، وبعدين حمرته في الزيت على طول. ودول كام واحدة كوبيبة كده برضو كانوا في الفريزر. فيا جماعة التفريزات بتسهل جدا، بتوفر في الوقت جدا، ان انتي بتدخلي يعني حطي كام حاجة كده، يعني ما تكمليش نص ساعة تلاقي نفسك عملتي كذا كذا صنف، يعني ما بتبقيش مضطرة انك تقفي كتير في المطبخ. فعشان كده بنقول التفريزات، مش عشان ان احنا ما ورناش غير الاكل في رمضان، لا، عشان يسهل علينا الوقفة في المطبخ. وكل سنة وانتم طيبين.